السلام عليكم. شوف، يقال في الأمثال سابقا أن أجلكم الله الكلب ينبح وراء القافلة إذا اغتاظ من حمولها وهيبة الركب اللي هي ماشية فيه. لكن 2020 هذه سنة العجائب يا ابوكم. اي والله، يعني عشنا وشفنا ان القافلة بكبرها تنبح. يا مال السعار ان شاء الله، شو بلاكم؟ شو يعوركم؟ يعني هذه سابقة تاريخية تتعجب منها حتى الكلاب أجلكم الله. يعني هذا الكلب اللي دوم ينبح وراء القافلة متعجب. شو فيكم؟ خلاص نبحتين ما بشي ينبحون، نبحتين لزوم تبريد الحرارة الداخلية وخلاص. يعني لا يكون مسكر الشبك على ذيلكم. صحيح انكم دولة ابو كلب، والله العظيم قافلة بشبكها بهوشها بزربها بقرادها بسلطاتها ببابا غنوقها قاعدة وتنبح على مدار الساعة. ترى مؤتمر اقتصادي هذا، من قال لكم مزاد عظام؟ ويا مال الغصة ان شاء الله. شو فيكم؟ ما الومكم لان شكله عقرب ثواني ساعات انعقاد المؤتمر لدغكم في الكرنكيس. هذا اللي مسبب السعار، ان ساعة التوقيت العالمي كانت مضبوطة حسب توقيت الرياض. الرياض كانت وما زالت قبلة العالم، اعلاميا وانا عايط، واقتصاديا وانا عايط، وامنيا وانا عايط، وزعاماتيا، يعني التوافيق من الله والهيبة من الله. وانا عايط. ما أعرف شو المحزن في الموضوع، الدولة العربية الوحيدة تستضيفها القمة واستضافتها بشكل ناجح. شو اللي يصيح في الموضوع؟ الحين إذا أنت في مدرسة ما بتفرحين إذا سقطتي إن كل زملائك يسقطون؟ سقطت عليك الياعد. أنا أقول والله العظيم في مصاف الدول ما تتصنفون KG1.